اللي يقرأ اسمه يردد شعار الحزب ويغادر القاعة. بدر محمد عبد الله، كردي سعيد عبد الباقي، احسان وفيق عبد الله السامرائي. ما يكفيكم اللي بقى بالقاعة من لحزب البعث العربي الاشتراكي؟ هكذا بدأ حكمه بعد أن أطاح بأحمد حسن البكر في واقعة لم يكن العراقيون يجهلونها، وبذلك أصبح صدام هو الحاكم المطلق. أحمد حسن البكر صدر أمر، راحوا قال لهم مروا على النائب، كان نائب صدام، حتى يفعل لكم اياه الامر، لانه تدري هي قضايا اداريه. قال طبينا لقينا صدام مشطول وخال خاولي على راسه حاره يظهر او كذا، وقال له لهالشكل، قال لهم هذا الشايب يحكي بكيفه. لذلك ما انسنحت الفرصه وان استولوا على السلطه مره اخرى في عام 68 الا بدات عمليه التصفيه. فبدأ بالجيل الأول ومن ثم بعد ذلك بالجيل المنافس الذي ممكن أن يكون هو القائد، من أمثال عبد الخالق السامرائي، الشيخلي، عبد الكريم الشيخلي، وعدنان القصاب وآخرين. يمكن همي فد لقاء ويا حميد جبوري، يقول فد يوم طبيت أنا قاعد يم السكرتير مال البكر، يقول قال لي لا هسه اقعد، يقول قلت له شكو خير؟ قال والله يما ضيوف. يقول فطلع صدام الباب، تدري مال الدوائر القصر من هاي الكبيره، فالصفقه صفقها للباب ورا، وطلع بعصبيه حتى يقول ما سلم علي، كلش منزعج شفته وطلع. فطبيت اني على الرئيس احمد حسن البكر، يقول لقيته يدخن وحده ورا الاخ. قلت له خير سياده الرئيس؟ قال ما شفت هذا على صدام. قلت له خير؟ قال لي عمي هو رئيس مو اني. في آب عام 79 و900 وألف أعلن صدام حسين من قاعة الخلد ببغداد في مشهد دراماتيكي وهو يذرف الدموع عن اكتشاف مؤامرة مزعومة دبرها حافظ الأسد للإطاحة بنظامه في بغداد. إذا تناشدوني يصنع حالة من الرعب داخل الحزب، وهي في لحظتها جرى هذا الموضوع وجرى التأييد له، وكانت هي مقدمة مهمة جدا يعني في عقله وفي وجوده للضغط بشكل كبير على بقايا أحمد حسن البكر وبقايا عبد السلام. كان التخلص منهم مع قاعة الخلد مبيت ومطلوب من قبله هو، لأنه ما يقدر يستمر أو ينفذ اللي يريده. الرفاق اللي كانوا مثلا محمد محجوب ومحمد عايش عبد الجليل، ذولا كلهم كانوا من الطراز المثقف الحقيقي، واحد منهم ماخذ جائزة يونسكو، والثاني متكلم، الثالث بارع في الاقتصاد النفط وغيرها. هذه الشخصيات كانت يعتبر إلى نوع من المنافسة، نوع من التحدي، لذلك هو استطاع أن يحول الحكم من حكم الحزب الواحد إلى حكم العشيرة الواحدة أو حكم العائلة الواحدة. لذلك ليس من الصحيح أن يكون هذا تفكيره وهؤلاء الشخصيات الكاريزمات المثقفة في طريقه.
بعد ذلك كان هنالك مشهد أشد وقعا في قسوته عندما أمر صدام بأن يقوم رفاق وربما كانوا أصحاب وأصدقاء الأمس بإعدام رفاقهم بتهم لم يتم التحقق منها بشكل عادل وعلني. يقول أني اللي كسبني مو الوطنية والعروبة والمدري شنو، إجاني اللي كسبني وحقول لكم منه. شفت خلقه وشخصيته وثقافته أثرت بي وصرت بعثي، اللي هو رفيق عبد الخالق السامرائي. يعني ما أظنها تسبب لنا انكسارات نفسية، بس لو نرجع إلى الخلف وما أريد ألوم القيادة ولا ألوم نفسي ولا أي من يكون، لأن كل ما عملت القيادة صحيح وكل ما راح تعمله أيضا صحيح ومؤمنين به إيمان مطلق. لكن وجود عبد الخالق السامرائي طالما هو حي اشتم الهواء، أكو عناصر لازم ترجع مرة أخرى وتعيد الكرة وتعمل على إعادة عبد الخالق السامرائي مرة أخرى. فأنا أرجو تنبيه أو انتباه القيادة، عفوا مو تنبيها، لهذه المسألة وضرورة أن يحاكم مجددا عبد الخالق السامرائي وضرورة أن يعدم عبد الخالق السامرائي. على حال عبد الخالق هو مثل ما حكوا لكم، بعد الآن ما نرحم. كان دائما يتذرع أنه يستهدف فيهجم، والدليل هو قتله لشخصيات مقربة من عائلته ثم انتقل إلى محيطه، وبقيت هذه عقدة سياسية وعقدة أمنية لديه واستخدمها حتى أولاده. وبدأ مشهود لدينا التصفيات في دوائر الأمن والمخابرات على اسم مشتبه أو على صفة مشتبهة أو على شخصية مشتبهة. كل ذلك كان تحذيرا للآخرين من عدم المس بكرسي القائد الأوحد. عندما يقتل شخص معين هو يجوز ما يقصد هذا الشخص، يجوز يقصد مثلا فد رسالة يبعثها إلى قائد كبير أو يبعثها إلى مؤسسة كبيرة، يبعثها إلى دولة في بعض الأحيان. 1979 أراد أن يصنع الخوف، وهي الباذرة أو البذرة الأولى لقتل رفاقه المقربين. ثانيا داء العظمة اللي كان يريد يصعد ويكون هو القيادي الأول في سلم الحكم. ذاك الوقت كانت الدولة قد شاخت هي وأعمالها. بهذا الوقت دولتكم شابة هي وأعمالها. إن شاء الله سيدي وجودك. وراك جنود، وراك القادة الأبطال وياهم عيون، بإذن الله ورسوله النصر إلك معقول. صدام يوقف بالحد وحده، ويا صدام يوقف بالحد. عارفين قطعا هنالك الكثير من العمليات التي ممكن أن يكون هدفا للكثير من هؤلاء البعثيين، وأيضا هي ذريعة ممكن أن يستفيد منها صدام حسين لإزاحة خصومه. وحجة في تلك الفترة كانت مسألة الاغتيالات منتشرة إلى حد كبير، وأكثرها كان يقوم بها هو حزب البعث. بالبداية شخصيته أتى من فراغ، أتى من حرمان، أتى من تهميش، أتى من عدوانية. هذه المسميات النفسية الاجتماعية أكيد تخلق في الشخصية من طراز خاص، تخلق شخصية شكاكة، شخصية متحمسة، شخصية متحدية، شخصية في نفس الوقت سايكوباثية عدوانية. فهو دائما يتميز بهذه الفقرة، يتميز بقضية الميكافيلية اللي هو يصل إلى هدفه بأي طريق من الطرق. فتم إعدام العديد من أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث ومجلس قيادة الثورة، وحكم بالسجن على مجموعة كبيرة من الوزراء والقادة السياسيين والعسكريين. داومنا
اتذكر 14/9/68 التحقنا الكليه العسكريه طلاب 6/1/69 قالوا صارت علينا مؤامره. لا مؤامره ولا اكو كذا ولا، بس رادوا تصفيه الناس اللي يريدون اللي يصدوا لهم، هذول يتصورون اللي حيصدون للثوره حتى لو صارت وقامت الثوره، مثل ما تخلصوا من عبد الرحمن الداوود. ليرسخ صدام طغيانه دكتاتورا مطلقا للعراق، متفردا بالسلطة القمعية، يحكم بعائلته وليس بالحزب. هو كان يعتمد على البعد الطائفي والعشائري للمقربين من هؤلاء والمستفيدين، ونلاحظ كيف أنه أخوة صدام وأبناء الأخ والصهر وكل هذه الدائرة الأولى التي تحيط بصدام هم من العائلة أو من العشيرة، وبالتالي هذا يعطي لصدام دائرة من الحماية تعتمد بشكل أساسي على الولاء. حكم الحزب الأوحد ليس صحيحا، لكنه أرحم من حكم العائلة والعشيرة. بيت إبراهيم الحسن وعشيرته البيجات من قبيلة ألب ناصر يعيثون فسادا في أغنى بلد على وجه الأرض، أحالوه إلى حقل بلقع غزاه الجراد. كان يسعى إلى تخليد حكمه لعائلته، فلهذا في الفترات الأخيرة جزء من التصفيات استخدمت لتهيئة الأرضية لقصي وعدو. أيضا هي كانت أسهل الطرق ويعني أقصر الطرق لتحقيق الأهداف، وأيضا فيه فوائد أخرى بالنسبة لصدام حسين، هو إشاعة الرعب، وبالفعل نجح صدام حسين أن يزرع حالة من الرعب والهلع بين صفوف البعثيين وخارج البعثيين. لاحظنا كيف صدام حسين بفترة قصيرة استطاع أن يستحوذ على كل حزب البعث، وأيضا خارج حزب البعث استطاع أن يزيح كل الأحزاب التي كانت في تلك الفترة. صدام حسين أن ما يروح لمناطق معينة لازم يروح، هو شجاعة الرفيق صدام حسين محسومة مثل كل الصفات الأخرى. ففي هذه المرحلة الدقيقة لا يجوز للرفيق صدام حسين، وإذا من الممكن أن المؤتمر يصدر توصية أو قرار يطلب من الرفيق صدام حسين الالتزام والحفاظ على حياته، لأنها هي حياة الحزب. وأنا مع ثقتي بكل الرفاق أعضاء القيادة وأعضاء المؤتمر، فأعتقد أن حياة الرفيق صدام حسين وقيادة الرفيق صدام حسين مطلوبة لسنوات طويلة جدا. شكرا. احنا بالفترة الأخيرة قدرنا نضغط يعني بجهودنا القيادة والرفاق القريبين عليه، قدرنا نضغط عليه إلى الحد اللي يعني حدينا شوية من نصدق قرار حدينا شوية من حركته، بس رد بالفترة الأخيرة أيضا تجاوز علينا. بس ترى صدام حسين من تحولوا ديكور وما يصير ما يسوى فلسية ولا يفيدكم شيء. خلوه على الحطة. أن صدام كان مغرما بالعنف، وشجع على خلق البيئة المناسبة للشخصيات العنيفة كي تصعد إلى المراتب القيادية في الجيش. هذه رسالته كانت أنه يستخدم القتل والترويع، وهذا الحد الأقصى من الوحشية، ويبني عروشه على جماجم الناس ودمائهم، وبالتالي هذه هي التي كانت سبب رئيسي في زلزلته. لم يكن هناك أحد يثق به ولم يكن هو يثق بأحد. من هذا الفكر انبثقت مدرسة جديدة سمتها العنف والقسوة داخل الجيش العراقي في الحقبة التي سبقت الحرب العراقية الإيرانية. صدام استخدم الطمع والجشع والسطوة والسلاح، واستعمل القتل والترويع، فكان مسدسه حاضر عنده في كل الاجتماعات. ممكن يقتل شخص هو في داخل الاجتماع، وممكن يصفي عشيرة مثل ما حدثت مع الجبور وغيرهم. أركان هذه المدرسة الصدامية كانوا يعدمون جنودهم كنوع من العقاب خلال المعارك، وكل من ينفذ أوامر الإعدام كان صدام يرقيه. واحدة من التقارير أنا قرأتها يقول بأن كل قائد عسكري هو ما عنده ولاء، وإنما عنده خوف
أو عنده فد لزمات مثلا أو فد قضايا معينة بينه وبين صدام، لذلك احنا نتصورها ولا هو مو ولا هو خوف وخضوع بنفس الوقت. الولاء إلى الحزب البعث، وما كان يملى عليه أنه حزب البعث حزب عربي يرجع يرجع عظمة العراق وعظمة الأمة العربية. الجزء الأخير اللي انحرف به الجيش العراقي هو الولاء للقيادة صدام حسين. بالروح بالدم نفديك يا صدام حسين. شخصية صدام حسين الذي قتل أعز أصدقائه قبل بكائه عليهم، فهو كان بدويا حتى لحظة موته. حكم العراق بعقليته البدوية، بل حول هذه العقلية إلى مؤسسة لإدارة الحكم. صدام سأل يمكن حسين كامل أو كذا قاعدين قال لهم تدرون ليش كانوا يحبون الناس عدنان خير الله؟ عدنان خير الله ما كان يقول لا، يعني يستغلوه، فلهذا ما كان ممكن ينجح على المدى البعيد لأن هالشكل وضعه. نعطي الدم نهراني، نهران خاضوها ونحن لها، إن استمرت 25 فهي سيان مهما طال الحرب مركبنا، نزف باقات ونبني الخلد بنياني، يا صقر العراق رفرف. بمناورتنا العسكرية تبدل ملجأك أو موضعك أو موقعك مناورة لابتعاد عن القصف. تعرضوا لنا لفرقة الإعدامات، أخذوا أسماءنا، بعدين دزينا ضابط لهم أنه يقنعهم هاي مناورة لتغيير الموقع، وياي آمر لواء ومقدم لواء ضباط ركن، وكنت أنا من ضباط المخابرة وضابط ركن كذلك. إن الذين كانوا يعدمون جنودهم كنوع من العقاب خلال المعارك، وكان صدام يرقيهم، أحيانا يكونوا هم ضحية طيش القائد. فقد أقدم صدام على إعدام مجموعة ليست بالقليلة من ضباطه. ضباط تقريبا إلى 13، أنا واحد من عندهم قالوا إحنا نريد أولا نحقق وياك. جابوني للفيلق، ضابط أمن الفيلق تكريتي، حصروني بغرفة وقفلوا عليه، قالوا هاي أوراق، هاي الأسئلة. السؤال الأول إنه شنو رتبتك، شنو المنصب اللي أنت تكون عليه؟ ضابط مخابرة. إذن كل معلومات استرقت منك وراح نعدمك. قلت لهم، كتبت آخر شيء حسبي الله ونعم الوكيل وطلعت. قلت لهم أنا كل التعليمات موجودة عندي، كل التعليمات اللي ممكن تسترق، لكن آمر لواء وأمراء الكتائب تكلموا بالمفتوح. فيقول احنا ننتظر يرطب السيد قائد فيلق، احنا ننتظر الحماية مالته ومعتادين احنا. يقول اخيرا طلع لنا واحد لابس زيتوني مع بدون رتبة، وقال لي ايش الشر انت يا ولد؟ يقول انا العسكر لابس، يعني لابس عسكري ورتبتي اللي هي احتمال صار واحد ورايا واني ما ادري ودا حاجه، فالتفيت ما لقيت احد. قلت له وياي؟ قال لي ايه وياك؟ ايش عندكم هنا؟ قلت له مو السيد قائد فيلق الثالث. دخلت هو غيره، احنا الحمايه مالته تنتظر. يقول قال له خذ ربعك وجر، روح خذ ربعك واطلع، بعدين تجيكم رساله، تجيكم لا برقيه مو رساله، برقيه كتاب رجعوا. يقول فرجعنا، يقول من وصلنا لقينا البرقيه تم تنفيذ حكم الاعدام رميا بالرصاص باللواء الركن لنتيجه تخاذل. طريق عودتي من الجبهه او استوقفوني الفرقه، قائد الفرقه كان طالع الدوري، عندي بعض البريد ارجع للخلفيات، او استوقفني القائد الفرقه، اخذت له التحيه وانا كنت بها ملازم. قال لي هذول اللوريات هاي المتروسه تقريبا كل لوري ب 20 او 30 اسرى من الجانب الايراني، واكثرهم كان عربستانيين.
قال تسلمهم للخلفيات. ضابط الأمن جيت أنا للخلفيات وياي بريد وياي تقريبا 4 لوريات وسكسات. سلمت الأسرى إلى ضابط كان تكريتي رائد برتبة رائد بسيم. بهالأثناء اختاروا فرق إعدام وجابوا شفل وضابط الأمن الفرقة وضابط أمن اللواء، أنا اللي كنت بلواء 59 راحوا لتنفيذ الإعدام. الشفل حفر النقرة حفر ونزلون 13 أو 12 أسير موثقين من الخلف ومعصبين من الأمام. يندفع من الأعلى من اللوري يشمرهم إلى الأسفل وينامون على وجوههم وينفذون عملية الإعدام. أنا كنت قريب عليهم يعني مسافة 200 متر أسمع الرمي. من رجعوا الضباط عدموهم كلهم وجا الشفل ساوى التراب ورجعهم. من رجع الجندي اللي بلوانا اللي نفذ بيهم قال سيدي أنا سمعت واحد من الأسرى اللي معدومين شاف غترة أخوه فصاح يا أخويا أنت هم انقتلت. فهم نفذوا بي كذلك الإعدام. تقريبا 120 أسير قتلوا ما يعرفون شنو القضية. يعني الدليل على أن لا يوجد هناك رغبة في القتال. هناك عندنا يسموها سرية الإعدامات موجودة خلف كل وحدة عسكرية والأمن وغيرها. هذه كلها يعني الأمن حتى وصلت إلى مرحلة الصناعة، يعني تصنيع عسكري وغيرها وجود هذه الأشياء. فإذا طابع الخوف واستخدام هذه الأساليب ولدت رعب بالشارع العراقي وبين كل المؤسسات ليس فقط المؤسسة العسكرية، مما أدى إلى طول فترة البقاء. لم يقتصر صدام على التخلص من الضباط الصغار، بل كان يتخلص من كل من يشعر أنه منافس له أو يهدده ولو بعد حين. ومن أمثلة ذلك قتله لعدنان خير الله وهو ساعده الأيمن ووزيره المقرب. عدنان نوعا ما بدأ يستنفذ الحاجة إليه بعد أن انتهت الحرب مع حرب الاعتداء مع الجمهورية الإسلامية، وشعر أن هنالك تآلف عدد كبير من الضباط حوله، وهذا خطر بالنسبة له قد يشكل تهديد للانقلاب أو غيره. وقبل أن يفكر عدنان في ذلك وهو أحد زبانيته قام بتصفيته. عدنان خير الله اجتمع بيهم قسم محكومين بالإعدام مزنجلين، قال لهم قعدوا لي قدام، افتهم من عندهم شنو الموضوع شنو كذا. هم ايش قالوا لا احنا بشاربك سيدي، احنا بشاربك بس تعفونا من هاي، باكر احنا الصبح احنا بجبهات القتال. قال له بخير ان شاء الله، كلام شرف. صدر مرافعة يمكن هذا الحكي بال10 بالليل او ب8 بالليل. بال10 الصبح صدر صدام امر الغاء امر وزير الدفاع. او حس انه اكو تقرب من كبار ضباط الجيش العراقي الى عدنان خير الله. اذا هذا التماس خلت عند صدام الخوف. اذا كيف يتخلص من عدنان خير الله؟ سفره الى الشمال او سفره الى احد المناطق السياحيه، اركبه في طائره سمتيه ورجع الى احد القواعد العسكريه وفجر به الطائره وتخلص منه. قبل 15 يوما من الإنذار النهائي الذي وجهه مجلس الأمن للعراق للانسحاب من الكويت، وفي هذا اليوم يعرض التلفزيون الرسمي العراقي زيارة لصدام حسين إلى قطعات الجيش العراقي في الكويت، ويظهر صدام مع قادة ألوية وفرق في الجيش. هذه أرض الكويت، هي أرضكم، لن ننسحب منها مهما حصل. وإذا سمعتم يوما خلال الحرب بأنني أقول لكم في الراديو بأن تنسحبوا من الكويت، فاعلموا أن الأمريكان قد قلدوا صوتي، وأنني لست أنا من يتكلم في الراديو، لأنني لن أقول لكم انسحبوا مهما حصل.
هذا الكلام طبعا سمعه الضباط الذين كانوا جالسين معه. هي قضية الإعدام هي مو قضية أرض وقضية خسارة معركة، وإنما أنا حسب تصوري هو كل دكتاتور يحاول أن يصفي جميع القادة العسكريين الذين يمتلوك ذلك الحس الكاريزمي اللي يستطيع أن يقود به بلد، يستطيع أن يقود به جيش. لذلك كان في نفس الوقت صح قد في نظر صدام هو كان خائن، ولكن أيضا بنفس الصفحة الثانية كان يخاف منه لأنه قائد محنك. ثم بدأت الحرب، وتوالى قصف قوات التحالف للعراق، وبضمنها القوات العراقية في الكويت في 25 من شباط من عام 91 و900 وألف. صدر بيان من صدام حسين يطلب سحب القوات العراقية من الكويت. أنا التقيت الله يرحمه الفريق ركن بارق الحاج حنطة من دخل الكويت، دخل واندفع وانطى انتصارات في البداية. بالانسحاب قرار سياسي وليس قرار عسكري، فسحب جيشه بانكسار وفضيحة. الفضيحة كان شلون يريد يغطي عليها؟ بإعدام الضباط اللي اختارهم هو. بارق الحاج حنطة من الضباط الجيدين والضباط اللي يعتمد عليهم بقيادة الجيش. هذا البيان أثار فوضى لدى صفوف الجيش العراقي، فقسم منهم انسحب تنفيذا لهذا الأمر، والذين انسحبوا أصبحوا في وضع مكشوف ووسط قصف جوي كثيف. عند إعلام إمكانية للإعلام، هذا يشهد له الإعلام صدام أنه يحول الهزيمة إلى نصر، بدليل أنه وزير الإعلام الدبابات وراء ويصيح احنا منتصرين ولحن نردهم لحن كذا وهجوم مضاد عندنا فهذا الإعلام ماله قام ينطي حتى عليه اكذب حتى يصدقك الآخرين، وقام هو حتى يصدق نفسه. وقسم منهم قرر البقاء والقتال حتى النهاية، لأن صدام حسين قال لهم مسبقا إن موضوع الانسحاب لن أطلبه منكم أبدا. ومن ضمن الذين قرروا البقاء هو اللواء الركن بارق عبد الله الحاج حنطة. لكن اللواء بارق وجد أن معظم القوات الأخرى للجيش العراقي قد انسحبت، ولم يبقى الكثير لإسناده مما وضعه في وضع مرتبك، وما كان أمامه إلا الدخول في مواجهة أدت إلى إبادة ثلثين تقريبا من قواته، مما حدا به إلى الانسحاب. بوقتها انتشر أنه بارق واللواء عصمت والقيادات استدعاهم صدام وجرى وياهم تحقيق يعني مبسط على أساس اتهامين. الاتهام الأول أنه هم كانوا منذمرين من موضوع الأوامر اللي أعطاها صدام حسين ووافق بانسحاب الجيش العراقي من الكويت بالمفاوضة الروسية، أنه وقف إطلاق النار، وهم بلغوا صدام قالوا له إذا ننسحب هذا فخ أمريكا، إذا انسحبنا مجرد ما نطلع من الكويت نكون بالأرض المفتوحة بالصحراء راح يغدرون بينا. لكن صدام امتنع وقال لهم نفذوا الأوامر وانسحبوا، وصارت مجزرة المطلع والجيش اللي تدمر بيها يسموها مجزرة الدبابات. في أواخر شباط عام 91 و900 وألف عاد من الكويت 3 ضباط كبار، وهم الفريق الركن كامل ساجد قائد قوات الخليج العربي، واللواء الركن عصمت صابر عمر مدير صنف القوات الخاصة، واللواء الركن بارق عبد الله الحاج حنطة رئيس أركان تلك القوات. وكانوا على طول الطريق من البصرة إلى بغداد يتحدثون أمام ضباط آخرين عن خطأ احتلال الكويت وسوء أسلوب الانسحاب وتوقيته. بارق حاج حنطة والضباط الباقين الخمسة أنه انعزموا صدام حسين أنه يعطيهم ترفيع أو تكريم. بهذا اللي افتهمته أنه أكثر من
أنه كان يقربهم إليه وعزمهم بالقصر. من دخلوا بالقصر نفذ ما يريده، ساقهم إلى الإعدام والقضاء عليهم. وعلم صدام بحديث الضابطين فغضب عليهما، ثم اتهمهما بالانسحاب من الكويت قبل صدور الأوامر إليهما، تاركين جنودهما عرضة للهلاك. واكو اتهام ثاني يقولون انه هم من رجعوا كان اكو اتفاق بيناتهم بعد اللي صار انه ينظمون الانقلاب او مو انقلاب او ثوره ضد صدام او يسقطون النظام. هيك حديث، وانه اكو اتفاقيه بين يجمعون القوات بالكوت ويتحركون باتجاه بغداد. كان هذا الكلام موجود، حقيقته لحد الان ما حد يعرف. انه يقول دز عليه اللي اكو ثوره او انقلاب او حركه انقلابيه ضده، هاي كلها كذب. حين وصلا إلى بغداد تم دعوتهما على العشاء في القصر الجمهوري. سمعت أنه عصمت كان هو عصمت أيضا قوات خاصة، كان بوقتها كان رمضان، شهر رمضان، فداعيهم على أساس للقادة اللي كانوا بالكويت، داعيهم على إفطار. الكثير من الضباط يعني كانت هنالك محاولات وأكثر من مرة، كانت محاولات للاغتيال أو محاولات انقلاب، لكن كانت يعني كان يحكم عليها بالفشل أو يتم كشفها بأوقات متقدمة. السبب هو يعني الجهاز الاستخباري والتجسسي لدى صدام حسين، أيضا الخوف لدى الكثير مما قد يؤدي إلى تسريب معلومات لدى هؤلاء، وبالتالي يتم كشفها. أكثر من قيادة عسكرية كان يتهم بالخيانة ويتهم بالتآمر من أجل الإطاحة بصدام حسين وحكمه. دخل عليهما صدام مع عدد من حراسه وبادرهم بالقول: أيها الخونة. فقال بارق: سيدي، لست خائنا ولا جبانا، أنا بطل معركة أم الرصاص وأنا مخلص لك. فقاطعه عصمت: اسكت يا بارق، لسنا نحن الخونة. الرجل بكفاءته وحصل بوقتها سيف القادسية، يعني هو الرجل تكريمه تكريم خاص، لأن يحصل سيف القادسية، هذا بطل يسموه بطل القادسية، هي كان بين قوسين اللي يحصل السيف يسموه بطل القادسية. كان قرار إعدامهما قد اتخذ قبل أيام من هذه اللحظة. رأينا بالمنطقة اكو وين عبور شارع المطار، اكو موقع كان اسمه الفارس، واكو نفق كان يمر من جوا الطريق من جوا الشارع يوصل للنقطة مالتنا، نقطة 37. اجت سيارات بيها 3 من حماية صدام، انا اعرفهم يعني بحكم الوجود هناك، ومعاهم ايضا موقوفين عدد 3. يعني كان الوقت متأخر، الساعة قبل 9. عرفت انه اللي موجودين من شكلهم، واحد منهم اللي هو بارق، والثاني عصمت، والثالث ما عرفته. كانوا منزوعين الرتب، لكن ما عليهم يعني لا مبين مثلا مشقوق شيء من ملابسهم او متعرضين للتعذيب، بعدهم ملابس الكوي، قيافتهم كاملة. يعني كنت اتوقع انه كانوا هم بالضبط بموقع الفارس اللي كان صدام حسين يلتقي به بالقيادات، وكان اغلب الاحيان يستخدم هذا الموقع للقاءات ويا كل الشخصيات اللي يلتقي بها. فعلا جوي، والابو الاستعلامات قال لهم نعم، بس الافطار مالكم مو هنا بالقياده. دخلوا القاعه لقوا بيها عزة الدوري قاعد، الدولة التحية. يعني مرت فد اقل من ساعه هيك نزل صدام من فوق، يظهر اكو طابق صدام وحسين كامل قعدوا على الميز مال القاعه، صدام بالصداره وعزت ابراهيم وعزت الدوري.
فمن جوي وقفوا يم الميز، وقفوهم أهل الحماية وكذا، حسب ما يقولون من 9 للوحدة بالليل يعنف ويسب بيهم وكذا، حتى تافل تكرمون أو باصق عليهم. قال لهم هاي خسارة المعارك من وراكم. أما البقية قالوا لهم تفضلوا، صعدوهم سيارة إسعاف أتذكر، واقفة كانت بباب القصر، وياها بعض المسؤولين والمسلحين، وكل واحد فوق راسه كان من صعدوا بالسيارة كل واحد مخلين فوهة بندقية على راسه، واخذوهم الى سجن رقم 1 بمعسكر الرشيد. كان باتوا ليلة، وبعدها ثاني يوم اجت سيارات مرسيدس اخذتهم مرة ثانية، اخذتهم للاستخبارات العسكرية. كانوا هناك مشكلين لجنة برئاسة وزير الدفاع وبعض القادة ايامها، وبدأ التحقيق، كل واحد يحققون وياه على انفراد، كل واحد يتحقق وياه على انفراد كان. وبعد ما ينتهي التحقيق خلوا كل واحد براسه كيس، واخذوهم بسيارات مرة ثانية، وخلوهم بزنازين كل واحد بزنزانة واحدة. وبعد سنة عرفنا انه كانوا مسجونين. ما ادري يعني شنو اللي صار، لكن ثاني يوم التقيت بمن بعمر سرية صديقي كان موجود بالفوج اللي كانوا بيه موقوفين. شفته تعبان، قلت له شلونك شيخ؟ يعني وضعك شبيك؟ شكلك تعبان وكذا. قال لي انا البارحة للصبح ما نمت. قلت له شنو اللي صار؟ قال لي بسبب ذول اللي جابوهم. قلت له شنو هو اللي صار؟ قال لي الساعة 2 رجع عبد حمود وطلب أن ينفذون بهم حكم الإعدام. منو نفذ حكم الإعدام؟ قال دزينا على وحدة من حظائر الجنود، اجوا نفذوا بهم الإعدام ونقلوهم المستشفى الرشيد العسكري. أنا كنت أحد مرافقي القادة، ما نريد نذكر اسم القائد اللي كان أيامها، اللي حضروا بيومها. كانت أيام رمضان، أذكر لحد الساعة 1 بالليل شفت صدام انسحب، بعدها انسحبوا أعضاء القيادة. بعد هاي الأحداث دخل عبد حمود ورفع أوراق كانت على الطاولة اللي كان قاعد عليها صدام، كانت موجودة أوراق، رفعها قام يقلب بيها، قلبها وقال كما أتذكر الحدث، يعني اللي أذكر اسمه يطلع. وبدأ يذكر أسماء، ذكر اسم عصمة وبارق وإبراهيم وكامل وغازي. نعم، هكذا كان صدام يقتل رجاله وبتهم لم تثبت عليهم. كان السبب الوحيد إرضاء غروره وتنصله من المسؤولية فيما حصل بسبب أخطائه المتكررة. كانوا هم مذهولين من عندنا، يعني لا قدرنا نحكي وياهم، كنا خايفين كليتنا. لا هم حكوا ولا احنا حكينا على هالحال، الى ان اجى عبد وطلب تنفيذ حكم الاعدام، وبقيت يعني الوضعيه كلش الرعبت من عندها اللي صار. ذولا قيادات كبار بالجيش شلون يعدموهم؟ فلا نقدر نحكي احنا ولا نقدر كل شيء نسوي، ولا نعرف شنو السبب. يعني أن للطاغية أن يفتهم هذه القضية. كان يمجد ويصنع القصور ويبني القصور ويكتب اسمه على الطابوق ويهدم حمورابي ويريد أن يكون هو حمورابي العراق الحديث،
وأخذ رسائل في التاريخ ووضع وجعل العلم والفن والأدب حتى إعادة صياغة القرآن وإعادة صياغة الدين وإعادة صياغة المبادئ والقيم، وتدخل حتى في الشريعة. وكانت واحدة من أقبح ما فعله كتابة اسمه بالدماء، القرآن بدمه وغيره. هذه كلها كانت سلطة دكتاتور يأمل لا ينتهي مصيره. لهذا أنا قلت في أحد المقاطع أنه كان يبحث عن تأسيس عائلة صدام، وكان يمهد الأرض لأبنائه وأحفاده. عقليته الدكتاتورية هو لا يعترف بالهزائم، حتى الهزيمة التي يعني يحظى بها يحولوها على أنه انتصار كبير، ويعتقد بالفعل أنها انتصار كبير، مع العلم والواقع أنها هزائم كبيرة لم يحقق، يعني لم يقدم أي منجز على مستوى الميدان، ولم يقوم بأي عمل عسكري انتصارات واضحة للجيش العراقي. نقل ضابط مخابرات عراقي عن برزان التكريتي عندما كان بمنصب رئاسة المخابرات قوله: يكفينا فخرا أن المعارض الموجود في واحدة من مقاهي باريس أو براغ عندما يحاول أن ينتقدنا يلتفت يمينا أو شمالا خوفا من وجود ضابط مخابرات بجانبه.